بص يا شباب، انا في مشكله كبيره جدا بيني وبين الديناميك. انا كل ما اجي ادفع عربيه العربيه ترد عليا. مره دفعتها لقيتها بتقول لي سيبني انا تعبان، ومره تانيه جيت ادفعها لقيتها عملت لي بلوك وما ضحكتش خالص. وهنا ما قصدتش العربيه. انت بقى اهلا بالنوع فيهم اللي عملت لك بلوك ولا لقيتك سيبني انا تعبانه؟ على حسب بقى. طبعا جيت انا قلت لنفسي ان في مشكله كبيره جدا بيني وبين الديناميك. يمكن انا ما اكونش على هواها، ويمكن تكون هي عندها مزاج، او يمكن ما اكونش من نوعها المفضل. بس الحقيقه طلعت ابسط واسهل مما تتخيل. في قانون في العالم، هو القانون ده متحكم في حركه اي جسم. ما فيهوش زعل، ما فيهوش خصام، ما فيهوش بلوك. القانون ده بيحكم كل حاجه. لو فهمت القانون هتعرف ازاي الجسم بيتحرك في اوقات ويفضل ساكن في اوقات. جاهز للدرس ده؟ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هخليك طالع من الدرس فاهمه بإذن الله، بإذن واحد أحد. مش هتحتاج منه ولا سؤال. القانون التاني أحسن قانون فيهم وأسهل قانون فيهم، والأسئلة بتاعته مهمة جدا وبتيجي في امتحان. جاهز يا بطل؟ يلا بينا. يلا بينا على درس القانون التاني. بس قبل ما تسمع الدرس ده هسيب لك رابط درس كمية الحركة ورابط درس قانون الأول في الديسكريبشن. لازم تسمعه قبل ما تسمع الدرس ده. قانون التاني، نص القانون بيقول لك ايه؟ نص القانون بيقول لك ايه؟ قال لك معدل التغير في كمية الحركة تتناسب مع القوة المحدثة لها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه كلمة معدل التغير في كمية الحركة تتناسب مع القوة المحدثة لها؟ الدرس ده مهم جدا لثانية ثانوي سواء عام أو أزهر، ومهم جدا للصف السادس ثانوي لأن الوحدة التانية كلها في الديناميكا معتمدة عليه. قال لك ده عبارة عن مين؟ قال لك إن القاف بتساوي د ميم على د نون. حلو. القاف بتساوي د ميم د نون، يعني معدل التغير في كمية الحركة بالنسبة للزمن، اللي هي بتساوي د كاف في عين على د نون. يمين الكاف في عين. قال لك انا عندي كمية الحركة بتساوي كاف في عين. كمية الحركة بتساوي كاف في عين. وقال لك التغير في كمية الحركة بالنسبة للزمن. حلو. ثالثة ثانوي أنا عندي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن دي تديك العجلة. فقال لك إن القاف بتساوي كاف في ج. يبقى القاف عندنا بتساوي كاف في ج. مين الكاف؟ قال لك الكاف دي اللي هي الكتلة، يبقى القاف دي اللي هي القوة، والكاف اللي هي الكتلة، والجيم اللي هي العجلة. يبقى أنا عندي ثلاث حاجات كده: قاف والكاف والجيم. قاف اللي هي القوة، الكاف اللي هي الكتلة، الجيم اللي هي العجلة. يبقى مين بتساوي كاف في عين؟ الميم بتساوي كاف في عين. يبقى القاف بتساوي د كاف في عين على د النون. ده العين ده النون دي اللي هي العجله مشتقه السرعه بالنسبه للزمن، دي العجله تحط في ثالث ثانوي ان شاء الله. فيبقى ده الكاف عين بالنسبه للزمن اللي هي عباره عن القاف بتساوي كاف في ج، اللي هي كتله في عجله. طيب استاذ رأي عندنا حاجه اسمها وحدات القياس، ودي اخطر جزء عندنا. وحدات القياس. قال لك انت عندك وحدات كتيره جدا، بس ركز معايا بالله عليك. الكتله دي انا كنت بقيسها بايه؟ بالطن. وعندك الكيلو جرام، وعندك الجرام. من الطن للكيلو جرام قلت لك بتضرب في 1000. طب من الكيلو جرام للجرام بضرب في 1000. طب وانا راجع لو من الصغير للكبير بقسم، يعني من الجرام على الكيلو جرام بقسم على 1000، ومن الكيلو جرام للطن برضه بقسم على 1000. يبقى انا عندي من الكبير الصغير بضرب، ومن الصغير للكبير بقسم. حلو. طيب عندك برضه يا باشمهندس ان النظام العجله دي عندي بتساوي متر على الثانيه تربيع. انا فاكر ان العجله بتساوي متر على الثانيه تربيع او سنتيمتر على الثانيه تربيع. يبقى انا عندي متر على الثانيه تربيع دي العجله، او سنتيمتر على الثانيه تربيع. وانا عارف ان من متر للسنتي، من متر للسنتي بضرب في 100. اما من السنتي للمتر بقسم على كام؟ بقسم على 100. يبقى انا عندي من متر للسنتي بضرب في 100، من السنتي للمتر بقسم على 100. خد بالك انت عندك تحويلات السرعه
فاكر السرعه اللي هي عباره عن كيلومتر اول تحويل كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه. الكيلومتر على الساعه المتر على الثانيه بضرب في 5 على 18. طب لو عايز تجيب اصلها المتر على الثانيه الكيلومتر على الساعه، عايز ترجع تاني اضرب في 18 على كام؟ على 5. ايه اللي بدي؟ يعني لو قال لك من متر على الثانيه لكيلومتر على الساعه بضرب في 18 على 5. يبقى تاني كده من كيلومتر على الساعه المتر على الثانيه ب 5 على 18، من متر على الثانيه الكيلومتر على الساعه 18 على كام؟ على 5. يبقى تاني أعداد قياس طن الكيلو جرام بضرب في 1000، من الكيلو جرام للجرام بضرب في 1000، من الجرام للكيلو جرام بقسم على 1000، من الكيلو جرام للطن بقسم على 1000. عندك العجله عباره عن متر على الثانيه تربيع او سنتيمتر على الثانيه تربيع. انا ما بشتغلش غير ب 200 دولار بس. من متر للسنتي بضرب في 100، من السنتي للمتر بقسم على 100. الى اي كيلومتر على الساعه المتر على الثانيه بضرب في 5 على 18، والمتر على الثانيه الكيلومتر على الساعه بضرب في 5. طب تصبح هنا القاف، ومن هنا بقى المهم التحويلات المهمه هنا بقى. هنا المهم الخلاصه بمعنى صح. قال لك اللي انا عايزه بقى هنا ان القاف بتساوي، انا قلت لك ان القاف بتساوي كاف في دي. حلو، كاف في جي كتله في عجل. طيب الكتله انا هسأل بالكيلو جرام. طيب والعجله في متر على الثانيه تربيع. قال لك ده بتعادل مين؟ قال لك من الكيلو جرام في متر على الثانيه تربيع ده بتعادل حاجه اسمها نيوتن. يبقى الواحد نيوتن بيساوي هو نفسه الكيلو جرام في متر على الثانيه تربيع. يبقى تاني كده قاف بتساوي كف في ديو، كتله في عجله، كتله في عجل. الكتله في الكيلو جرام، العجله متر على الثانيه تربيع. حلو، يبقى قاف بتساوي الكيلو جرام في متر على الثانيه تربيع اللي هو مين؟ نيوتن. طب في حاجه ثانيه؟ ايوه. قال لك هنا بقى دي كده كبيره، شغال كده 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 كبيره. طب لو كانت صغيره حاجه صغيره، انا كنت سماها جرام. حلو، في العجله بالسنتيمتر على الثانيه تربيع. يبقى الكتله يا اما كيلو جرام يا اما بالجرام اهي. طب الطن اول ما جاي كنا حولها، اول ما جاي كنا افتكر حولها ضرب افشل دي كيلو جرام. طيب القاف بتساوي كف دي كتله كيلو جرام، العجله اللي بتعادل النيوتن. طب لو الكيلو جرام بتبقى الجرام، لو الكاف بالجرام، والعجله سنتيمتر على الثانيه تربيع. قال لك دي بتساوي حاجه اسمها داين. يبقى انا عندي الكميه الكبيره للكتله او القوه، الحاجه الكبيره للقوه نيوتن، والحاجه الصغيره اللي اصغر منها حاجه اسمها ايه؟ داين. يبقى انا عندي حاجه اسمها نيوتن وحاجه اسمها داين. ايه اللي يربط نيوتن بالداين؟ خد بالك، تعال اقول لك التحويل اللي تربط بينهم. من 2 جرام للجرام بيروح في 1000، صح كده؟ حلو. من متر للسنتي بضرب في 100. يبقى كده ضربت في 100000 اللي هي 10 اس كام؟ اس 5. فقال لك هنا من النيوتن، من النيوتن للداين بضرب في 10 اس 5. اوعى تنساها، من نيوتن للداين بضرب في 10 اس 5. يبقى القاف بتساوي كف دي. الكاف دي ممكن تكون كيلو جرام او جرام، العجله متر على الثانيه تربيع او سنتيمتر على الثانيه تربيع. حلو. كيلو جرام ده نيوتن، كيلو جرام كبير نيوتن، اما الجرام نسميه داين. 1000 في 100 ده 10 ب 100000 تلاقي 10 اس 5 من نيوتن للداين ب 10 اس 5. عندي كمان وحدتين اوعى تنساهم مهمين جدا، مهمين جدا. ايه هم الوحدتين دول؟ الوحدتين من الثقل كيلو جرام للنيوتن، ومن الثقل جرام للداين. اهم وحدتين عندنا هنا. من الثقل كيلو جرام للنيوتن بضرب في 9.8 لو رايح بضرب في 9.8. معنى كده ان الثقل كيلو جرام اكبر من نيوتن. حلو. طب من نيوتن للثقل كيلو جرام بقسم على 9.8 اللي هي شبه مين؟ شبه الدال اللي تفتقر، اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه دي. لو انت من الثقل كيلو جرام من نيوتن بضرب في 9.8. من نيوتن للثقل كيلو جرام بقسم على 9.8. طيب من الثقل جرام للداين اللي الثقل انا فاكر 980، ايوه بتاعت الدال، برافو عليك، بضرب في 980.
طيب من الداون بالثقل جرام بقسم على 980. يعني انا كده خلصت يعتبر اول جزء في الدرس. بس القانون معدل التغير في كميه الحركه تتناسب مع القوه المحدوثه له. القاف بتساوي كف ج، كميه الحركه اللي هي ب2 بتساوي كف ع كتله في سرعه. اما القاف بتساوي كتله في عجله، يبقى الميم كتله في سرعه، اما القاف كتله في عجله. كتله العجله الكتله بالكيلو جرام او الطن او الجرام، اما العجله متر على 6 تربيع سنتيمتر على 6. تحويلات انا عندي قاف بتساوي كف ج، القاف كاف كيلو جرام في متر على 6 تربيع اللي هي نيوتن، او جرام في سنتيمتر على 6 تربيع اللي هي الداين. ومن نيوتن للداين بضرب في 10 اس 5، اوعى تنساها، دي اهم جزئيه عندنا 10 اس 5. عندك من ثقل كيلو جرام للنيوتن بضرب في 9 و8، من النيوتن للثقل جرام بقسم على 9 و8، من الثقل جرام للداين بضرب في 980، من الداين للثقل جرام بقسم على 980. لو عندك يا باشمهندس الحلقه فيها مقاومه، لو عندي هنا قاف وهنا ميم في مقاومه، انا كان عندي هنا الكتله اللي او القوه اللي هي عباره عن مين؟ اللي في اتجاه الحركه، ولكن القوه اهي قوه في اتجاه الحركه. فقال لك قاف ناقص ميم من دراع المقاومه. ايه الفرق؟ رمز مقاومه يعني الشرطه تحت دي، اما الميم هنا عادي خالص. يبقى قاف ناقص ميم بتساوي كاف في دي، اللي في اتجاه الحركه ناقص عكس الاتجاه بيساوي كاف في دي. اهو القوه ناقص المقاومه بتساوي كاف في ج اللي هي كتله في عجله. بدل ما كانت عندك قوه مباشره، لا عندك قوه في اتجاه الحركه ناقص مقاومه بتساوي كاف في ج. يبقى سريعه قاف بتساوي كاف في ج، دي قوه بتساوي كتله في عجله. طبعا خدنا التحويلات، السبوره دي مهمه جدا جدا جدا، ده تنزل تحفظ. لو فهمت الجزء ده هتفهم اي سؤال بعده. فاضل بس جزء بسيط، بس لما ناخد نطبق على الجزء ده امثله، ده امثله حلوين كده، نبدا نطبق مع بعض السبوره الجايه ان شاء الله. هطلعك من درس انت فاهمه متيقن منه تقدر تحل اي سؤال. بس ما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناه تنزل اشترك قبل ما تكمل الفيديو، ما تتخش بالاشتراك. جاهز؟ السبوره الجايه تبقى احسن من دي. خد دي تبقى كويس في السكتش بتاعك، احتفظ بيها لان دي مهمه. ويلا بينا على السبوره اللي بعدها. بينا مع بعض الاول سبوره حل. 147 نيوتن للثقل كيلو جرام. انا عندي التحويل من نيوتن للثقل بقسم على 9.8، يبقى 147 على 9.8 ده هي الحاسبة. امسك كده الحاسبة، 147 على 9.8 اعتقد بتساوي 15 ثقل كيلو جرام، اللي هي الاختيار رقم ب. نفس الفكرة 294 نيوتن للثقل كيلو جرام، اقسم برضه على 9.8، يبقى 294 على 9.8 يبقى 294 على 9.8 يدينا 30 ثقل كيلو جرام برضه. 30 ثقل كيلو جرام. طيب 1 على 7 ثقل جرام للداين، من الثقل جرام للداين بضرب في 980، يبقى 1 على 7 في 980. ده الحاسبة 1 على 7، 1 على 7 في 980 يطلع عندك 140 داين. طبعا كل ده تحويلات مش هتاخد معاك وقت بآلة حاسبة. 9.8 في 10.6 داين للنيوتن. انا قلت لك من النيوتن للداين بضرب في 10 اس 5، يبقى من نيوتن من الداين للنيوتن بقسم على 10 اس 5، يبقى 9.8 في 10 اس 6 على 10 اس 5، يبقى 9.8 9.8 في 10 اس 6 على 10 اس 5، تطلع عندك ب 98 نيوتن اللي هي الاختيار رقم ب. يبقى 9.8 في 10 اس 6 داين النيوتن بقسم على 10 اس 5 اللي يطلع ب 98 نيوتن. الجسم الذي كتلته 5 كيلو جرام يكون وزنه. انا عارف ان الوزن بتقرا دايما ان الوزن قوه الوزن بتساوي كاف في د، كتله في عدد الجاذبيه الارضيه، يبقى الكتله اللي هي 5 في عدد الجاذبيه الارضيه 9.8، اضرب 5 في 9.8 اكيد 49، يبقى 5 في 9.8 تطلع عندك 49 نيوتن. دايما يا جماعه بنستخدم النيوتن في الحل. بعد كده بعد السخن منها. مقدار الكتلة إذا أثرت على جسم كتلته 50 كيلو جرام حساباته عجلة مقدارها 160 سنتيمتر على 6 تربيع.
هنا سنتي، هنا كيلو جرام، وهنا سنتي. خد بالك من التحويلات، لازم تحول السنتي للمتر. يبقى هقسم 160 على 100، دي سنتيمتر على الثانية، تروح عندك بواحد ستة من عشرة متر على الثانية تربيع. حلو. يبقى انا هقسم الأول 160 على 100 يديك واحد ستة من عشرة للمتر. طيب أنا عايز مين؟ عايز القوة. القوة بتساوي مين؟ كاف في مين بقى؟ في جي. قاف بتساوي كاف في جي. الكاف اللي هي عندك ب 50، في الجيم بواحد ستة من عشرة. تضرب 50 في واحد ستة من عشرة، تطلع عندك الناتج ب 80 نيوتن. يبقى انا اشتغلت بالنيوتن. طب يا استاذ انا هعرف ازاي اشتغل بالنيوتن ولا بالداين؟ اشتغل عادي، ممكن تحول الكتله 50 في 1000 و 5000 وتضربها، مش هتلاقيها في الاختيارات. ضربت 50 5000 اهي، 50000، 50000 في 160. عشان تشتغل بالداين هتلاقيها 800000. لا ده 8 مليون، 8 مليون داين. دي هنا 8000 بس مش تنفع. فالحاله تنفع عندك بالنيوتن، يبقى انت لازم تحول من سنتي للمتر. من سنتي للمتر بقسم على 100، 160 على 100 فهو 1 6 من 10 متر، اضربها في 50 تطلع عندك ب 80 نيوتن. يسير ركب دراجه كتلته هو والدراجه 85 كيلو جرام، دراجه منتظمه مقدارها 5 من 10 متر على الثانيه تربيع. فإن القوه دي يستخدمها لاحداث هذه العجله هي عايز القوه. طب عايز بالسوق بالنيوتن مش عارف، هاتها بالنيوتن الاول، اشتغل عادي. قاف بتساوي كاف في جي. كاف عندك بكام؟ الكاف عندك ب 85، في العجله عندك ب 5 من 10، يبقى 85 في 5 من 10 يطلع عندك ب 42 ونص نيوتن. خد بالك هنا نيوتن شغال بنيوتن مش بالسك. طب انا عايز بالسك اقسم على 9.8 من 10 الفرق. هنا شغال بنيوتن، هنا نيوتن مضاد قاف كاف جيم، كده شغال نيوتن. يبقى انت عندك 42 ونص اللي هي بالنيوتن، اللي هي عندك 42 ونص نيوتن. تعال نشوف اللي بعدها. إذا أثرت قوة على جسم كتلته 150 جرام لمدة 1 عن 5 ثانية، وغيرت سرعته من 20 سنتيمتر على الثانية إلى 39.6 من 10 ثانية سنتيمتر على الثانية في نفس الاتجاه، فإن مقدار هذه القوة بتساوي بالسكر. حاضر. يبقى أنت لو هتشتغل باين ثم هتجيبها بالسكر تدفع 980. لو أنا ما عنديش عجلة بس أنا عندي سرعة ابتدائية، أهو السرعة ابتدائية، عين الابتدائية ب 20 سنتيمتر على الثانية، وعين النهائية ب 39.6 من 10 سنتيمتر على الثانية. والمرونة عندك بواحد على 5. استخدم القوانين الأولية للعجلة. n بتساوي عن صفر زائد ج ن. عن النهائية ل 39.6 من 10 بتساوي عن صفر ب 20 زائد الج أنا عايزها في الميم بواحد عن 5. ممكن تعملها بالصفر. تعالى بقى تفكر طريقة الصفر كانت ازاي. امسك معايا الحاجة عشان تفتكر طريقة الصفر. ده انا حاجة قدامك، بكتب الأول 39.6 من 10، بعمل ايه بقى؟ ألفا كالك اللي هي يساوي 20 زائد الجيم اللي هي الفا اكس في 1 على 5. بعد كده شيفت كالك يساوي شيفت اهي كالك ده يساوي، تطلع لك ب 98. يبقى العجله هنا ب 98 سنتيمتر على الثانيه تربيع. يبقى العجله بتساوي 98 سنتيمتر على الثانيه تربيع. حلو. انا هنا معايا العجل ومعايا الكتله، يبقى القاف بتساوي كف دي اللي هي 150 في 98. يبقى 150 في 98 ده انا حاسبه 150 في 98 تطلع عندك ب 14700. ده باين. هو عايزها بالثقل، هجيبها ازاي؟ هقسم 14700 على 980 تطلع عندك ب 15 ثقل كيلو جرام او ثقل جرام، اللي هي الاختيار رقم ب. يبقى قسمت 14700 على 980. جسمها السكان نسب الكتلتين 3 إلى 4 بيأثر في كل منهما قوة مقدارها قوة ثانية نسب العجلتين. بص أقسم كف واحد على كف 2 بيساوي جيم 2 على جيم واحد. لازم عكسي. كف واحد على كف 2 اللي هي عبارة عن 3 على 4، النسبة 3 على 4 بيساوي جيم واحد. أنا أستاذ جيم 2 أهي على جيم واحد. طب أنا عايز جيم واحد ولا جيم 2؟ يبقى جيم واحد ولا جيم 2 إن بالنسبة يبقى 4 على كام؟ 4 على 3
وانت من غير ما تفكر التناسب بينهم عكسي. لو كانوا القطرين كانوا 4 يبقى طول العجلة 4. ده أول سبورة حل. فاضل كمان سبورة كمان نحله على الجزء ده، ونحله على القوة والمقاومة هناك مع بعض. هبدأ آخد أفكار تانية في السبورة الجاية، وبعدها السبورة اللي بعدها آخد آخر فكرة في الدرس إن شاء الله وأطبق عليها عشان ينتهي الدرس بإذن الله. معانا سبورتين، خليك جاهز، يلا بينا على السبورة اللي بعدها. السبورة التانية قصات قوة مقدارها 6 سكر كيلو جرام. خد بالك القوة بالسكر لازم تشتغل بالنيوتن على جسم فاكسبته عجلة مقدارها 4.9 متر على الثانية تربيع، فإن كتلة الجسم حسب بالكيلو جرام. حاضر. الأول يا باشمهندس القاف بتساوي كاف في جي. طب القاف اللي هي بستة حولها نيوتن اضرب في 9.8 بتساوي كاف أنا عايزها في الجيم ب4.9. عايز الكاف يبقى بيساوي، أقسم بقى على ده يبقى تاني القاف اللي هي 6 في 9.8 تساوي كام في الجيم أنا عايزها. الجيم اديها لك اللي هي 4.9 كيف أنا عايزها. اقسم ده على دي يبقى 6 في 9.8 على 4.9 بتساوي، يبقى عندي 6 في 9.8 على 4.9. تطلع عندك الجيم عندك بكام؟ ب 12 اللي هي الاختيار رقم ب. جسم كتلته كام كيلو جرام يتحرك تحت تأثير القوة ق بتساوي 3 ك س زائد 4 ك في اتجاه الصاد، حيث ك مكثف بالنيوتن فإن مقدار العجلة. أنا عندي ق بتساوي ك في ج. ق بتساوي ك في ج. حلو. طيب أنا عايز العجل هي ق اللي هي عبارة عن مين؟ 3 ك في اتجاه السي زائد 4 ك في اتجاه الصاد بتساوي ك اللي هي ك زي ما هي في ج. ما أنا عايزها. اقسم المعادلة كلها على ك. ده هتروح الكف هتروح الكف هتروح الكف هتروح المعادلة كلها على ك. يبقى الجيم أصبحت عبارة عن 3 في اتجاه السي زائد 4 في اتجاه الصاد، ومنها ان الجيم انا عايز اجيب قيمه الجيم بكام؟ يبقى انا عايز اجيب معيار الجي اللي هي عباره عن جذر س تربيع اللي هي 3 تربيع زائد 4 تربيع. جذر تربيع زائد 4 تربيع تطلع عندك ب 5 متر على الثانيه تربيع. يبقى تاني قلت القاف بتساوي كاب في ج، كتله اللي هي الكاب في عجله. حلو. يبقى القاف ده كاب في اتجاه س زائد 4 كاب في اتجاه الصاد تقسم على كاب يبقى ج بتساوي 3 س زائد 4 صاد. ده بعربية سيارة ساكنة بتتباع ساكنة 40 في دقيقة بصفر. كتلتها من ديك الكاف عندك 580 كيلو جرام. ده تخيل شغل بالنيوتن الأول. حتى 4 بتبقى 45 سنتيمتر على الثانية يبقى لنا هي ب 45 من السنتي. خد بالك في المتر بقسم على 100 يبقى 45 من 100 متر على الثانية. أوجد بعد 5 ثواني بالسكر كيلو جرام القوة يبقى النوم بخمسة ثواني. حلو. هدفع بقى الراجل فزكاة المقاومة 50 سكر كيلو جرام. يبقى 50 ما شغلش على السكر يبقى اضرب في 9.8. 50 في 9.8 تطلع عندك ب 490 ثقل نيوتن. يبقى انت ما تشتغلش بالسكر، تشتغل بالنيوتن. معاك سرعه ابتدائيه وسرعه دائريه والزمن يبقى استخدم القانون الاولاني عشان تجيب العدد اللي هو عين بتساوي عن صفر زائد ج من عين النهائيه ب 45% عن صفر بصفر زائد ج انا عايزها النون ب5 ثواني. يبقى انا هقسم 45 من 100 على 5 تطلع عندك ب 9 من 100. يبقى الجيم عندي ب 9 من 100 لتر على الثانيه تربيع. خليها عندك في جنب. استاذ هيجي له تجربه اتجاه الحركه اللي هي القاف ناقص عكس اتجاه الحركه اللي هي اليمين تساوي كف جي. يبقى قاف ناقص مي بتساوي كاف في جي. قاف انا عايزها ناقص مي الميم اللي هي عندك ب 490 نيوتن انا حولتها بتساوي كام؟ اللي هي عندك بكام كتلتها ب 980 في جي. الجيم اللي انت مطلعها عندك ب 9 من 100. طبعا انت كده هتطلع كاف بالنيوتن بعد كده الصفر لما نصفر مع بعض ولا دول مش عايز ده. كاف اللي هي الفا اكس اللي هي القوس المقفول ده لك اكس ناقص 490 الفا كالب
عشان تعمل يساوي الفا كالكولا عشان انت يساوي عليها كمان وانت مش شايف بتساوي 980 في 9%. شيفت كان يساوي تطلع عندك ب 578.2 نيوتن. يبقى عندك 578 578.2 نيوتن. طب عملت منين؟ بالسكن يبقى اقسم على 9.8 تطلع عندك القاف ب 59 ثقل كيلو جرام. يبقى الاول جبت العجله، من العجله جبت القاف، قاف ناقص م بتساوي كاف في ج. سؤال شبه برضه سؤال ساكنه السرعه الابتدائيه بصفر. أثر عليها قوة كتلتها 4.9 طن يبقى الكاف بتساوي 4.9 في 1000 تطلع ب 4900 كيلو جرام. خليها عندك بالكيلو جرام. أثر عليها القوة فأصبحت سرعتها السرعة النهائية 27 كيلومتر على الساعة. وأنا قلت لك من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية بضرب في 5 على 18 يبقى 27 في 5 على 18 تطلع عندك ب7.5 متر على الثانية. حلو. خلال دقيقة يعني النوم ب60 ثانية. ماشي يعني دقيقة واحدة اللي هي فيها 60 ثانية. هاخد القوة تأثر على السيارة بالسكر كده جرام. عايز القوة. قال لك في مقاومة؟ لا خلاص انسى المقاومة خالص. تعبك مهندس يبقى انا عايز اجيب العجلة. حلو. هجيب العجلة ازاي؟ واحدة واحدة. معاه سرعة ابتدائية ومعاه سرعة نهائية ومعايا زمن برضه القانون الأولاني اللي هو عين بتساوي عن صفر زائد ج نيو. عين النهائية ب7.5 بتساوي عين البداية بصفر زائد ج اللي هي عندك الجيم بكام؟ انا عايزها النوم ب60 ثانية. يبقى الجيم بتساوي 7.5 على 60 تطلع عندك ب 125 من 1000 متر على الثانية تربيع. جبت العجلة ومعايا يا باشمهندس كتلة اللي هي 4.7 طن اللي هي 4900. عايز القوة. القوة بتساوي كاف في جي. الكاف اللي هي عندك بكام؟ ب 4900 في الجيم 125 من 1000. 4900 في 125 من 1000 تطلع عندك ب 612.5 نيوتن. استنى هو عايز يعمل ايه؟ بالثقب اقسم على 9.8 يبقى العنصر على 9.8 تطلع عندك ب 62.5 ثقل كيلو جرام. يبقى انا جبت العجله نفس هنا جبت العجله والقانون الاولاني ان تساوي عن صفر زي الجيم نون شغلت عادي خالص. اطلقت سياره لا هنا رصاصه مش سياره اطلقت رصاصه كتلتها 7 ذراع افقيا من فوائد مسدس بسرعه 245 متر على الثانيه على حاجز راسي من الخشب فغاصت فيه 12.5 سنتيمتر قبل ان تسقط. حلو. هي سكنت يبقى القوه بصفر. ماشي. لما تيجي نشوفها كده الكتله ب7 ذراع. ماشي. سرعه عين ابتدائيه 245 متر على الثانيه على حاجز راسي من الخشب وغطت في مسافه 12 وربع سنتي قبل ان تسقط. فعايز المقاومه بالنيوتن. مقاومه بالنيوتن يبقى حول السنتي دي يبقى الف بتساوي من السنتي للمتر مقسم على 100 يبقى 12 علامه 25 12 ونص على 100 تطلع 1.225 متر. ماشي. سكنت الدائره هي بصفر. نفس الفكره انك تجيب العجله في قانون في بتساوي في الزمن يبقى القانون الاخير عن تربيع بتساوي عن صفر تربيع زائد 2 ج ف. عن تربيع النهائيه الجسم سكنه صفر عن صفر تربيع البدايه تربيع اللي هي 245 تربيع زائد 2 في الجيم في الف 1.225. ممكن تعمل صلب صفر الفا كان 2 4 5 كل تربيع زائد 2 في الفا اكس في وعلامه 1.225.
تطلع عندك شيفت كارت يساوي، تطلع عندك ج بتساوي سالب 2 4 اللي هي 245,000 متر على الثانية تربيع. ده الحاسبة. طبعا جبنا الج ومعايا الكتلة. هات يا باشمهندس المقاومة اللي في اتجاه حجر ق ناقص م بتساوي كف ج. الجسم سكنت بالقاف بصفر ناقص م بتساوي الكاف عندك 7 جرام، لما احولها اقسم على 1000 خد بالك بجرام بمتر، هقسم الجرام من كيلو جرام بقسم على 1000 يبقى 7 على 1000 في 245,000 بس بالسالب طبعا. خد بالك هنا بالسالب تطلع بتساوي المقاومة سالب راح مع السالب، تطلع المقاومة عندك ب7 على 1000 عشان تحولها في 245,000 بيساوي 1715 نيوتن. طب لو عايز احولها بالسكر، لو طبعا بالسكر كيلو جرام اقسم على 9.8 تطلع عندك 175 ثقل كيلو جرام. ده لو حبايه بالسكر كيلو جرام. طبعا دي افكار الدرس اللي هي تعتبر قبل اخر فكره عندنا. دي معظم الافكار اللي اديتها كلها في سبوره واحده، بيديك فيها المقاومات. وطبعا السؤال ده مهم في اخر الرصاصه ده. السبوره الجايه هاخد اخر 3 افكار عندك بتيجي الامتحان. كده الافكار اللي معتمده على مقاومه الهواء كده في الحلقه الرئيسيه. لو فهمت الافكار الجايين يبقى كده يعتبر خلاص الدرس معاك خلص. هاخد عليها 3 امثله شرح، واخد عليها مثالين حل باذن الله. لو فهمت الجزء ده كده الدرس معاك ان شاء الله تماما مقفله. باذن الله مع بعض هنقفل الديناميكا ان شاء الله لحد الديناميكا اللي يكون سهل جدا على الطالب اللي مذاكر. الافكار دي مهمه، حاول ما تضيعهاش من ايدك. انا واثق فيك يا بطل. اجهز السبوره الجايه وجهز آلتك ويلا بينا. يبقى اخر سبوره معانا الحلقه الرئيسيه ضد المقاومه. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك الاول قبل ما نكمل اخر سبوره دي. جزء مهم جدا ولازم يجي سؤال في الامتحان. الحلقه الرئيسيه ضد المقاومات. لو قال لك ان الجسم اتحرك لاسفل في سائل او ارض رخوه، خد بالك انا عندي في مقاومه هتعوق الجسم اسمها مين؟ والحركه الرئيسيه اللي اسفل اللي هو كاف د اللي هو الوزن. قال لك عندك ايه؟ قال لك اللي في اتجاه الحركه. بص في اتجاه ده هتسالك الدنيا. اللي في اتجاه الحركه ناقص اللي في العكس اللي عكس الاتجاه بتساوي كف جي. ده هتسهل معاك الحاجات ده كله. مين اللي في اتجاه الحركه؟ في اتجاه الحركه الجسم هيبقى نازل لتحت يبقى كاف د ناقص عكس اتجاه اللي هي المين اللي هي المقاومه بتساوي كاف في جي. شكرا. يبقى اللي في اتجاه الحركه ناقص عكس الاتجاه بتساوي كاف في جي. قال لك لو انت عندك بالون او طياره هليكوبتر، قال لك يا باشمهندس القوه دايما اللي فوق. انا عندي طياره اهي طبعا لها وزن تحت كاف د، القوه بتاعتها فوق، الجسم الاسفل يبقى المقاومه عكس اتجاه الحركه يبقى دي قاف ودي مين. خد بالك دايما المقاومه عكس اتجاه الحركه. لو الجسم نزل لتحت يبقى المقاومه فوق، الجسم طالع فوق المقاومه تحت. حلو. هنا الجسم متحرك لاسفل يبقى المقاومه فوق. استاذ هو نازل لاسفل يبقى اللي في اتجاه الحركه اللي هو كاف د ناقص اللي في عكس الاتجاه اللي هم مين بقى؟ اللي هو القاف والمي بتساوي كاف في جي. يبقى اللي في اتجاه الحركه ناقص عكس اتجاه الحركه اللي هي كاف د ناقص قاف ناقص مين تساوي كاف في جي. قاف اللي هي القوه، مين اللي هي المقاومه. لا اعلى عندك كلمه الاعلى نفس الفكره. انا عندي البالون برضه عندي هنا فوق القاف، عندي وزن تحت كاف ده هو طلع لفوق يبقى المقاومه الاسفل. يبقى انا عندي المقاومه عكس اتجاه الحركه. مين في اتجاه الحركه دلوقتي؟ القاف ناقص مين في عكس اتجاه الكاف ده ومين برضه المقاومه بتساوي كاف في جي. شكرا. يبقى القوه ناقص الوزن ناقص المقاومه بتساوي كاف في جي. يبقى اللي في اتجاه الحركه ناقص عكس اتجاه بيساوي كاف في جي. فارجع للكتله بتاعنا اول مثال معانا. كتلنا 3 طن حولها يبقى كام بتساوي 3 في 1000 ب 3000 كيلو جرام. خليها على جنب.
الحركة الرئيسية اللي عايزها بعجلة منتظمة ضد مقاومات، نديك المقاومات اهي. المقاومة ب 400 ثقل كيلو جرام لكل طن، يبقى 400 في لكل طن عن 3 أطنان، تطلع ب 1200 ثقل كيلو جرام. وخد بالك ما بشتغلش على الثقل، هنحولها كمان شوية. ماشي. وكل طن نعمل ده كده، لأنه قال لك 400 ثقل كيلو جرام لكل طن، يعني عندي 400 وعندي 3 أطنان، يبقى 400 في 3 ب 1200. فإذا كانت قوة رفع الطائرة ب 1725 ثقل كيلو جرام، يبقى أنا عندي القوة ب 1725 ثقل كيلو جرام. عايز العجلة أستاذ، طب أنا عندي تعمل الصباع كده، أنا عندي الطيارة الهليكوبتر، أنا عندي القاف فوق وعندي الكاف ده تحت. المقاومة هتفرق على حسب حركة الطيارة. ساعة ما متحرك رأسيا فين؟ لأسفل، يبقى المقاومة فوق مع القوة. المقاومة عكس اتجاه الحركة، نازل لتحت، المقاومة لفوق. مين اللي في اتجاه؟ هو نازل كده، يبقى في اتجاه الحركة كانت فداء ناقص القوة خليها فوق ناقص المقاومة بتساوي كاف في جي. انت شغال بنيوتن، لازم تحول دي لنيوتن، يبقى كاف. الكاف عندك 3000 في 9 و8 ناقص القاف اللي هي 1725 في 9 و8 ناقص الميم ب 1200 في 9 و8. انا هحول كل لنيوتن بتساوي كاف اللي هي 3000 في الجيم. انا عايزها بالصلب، معايا لحد بالصلب، يلا بينا. يبقى 3000 معايا كده، يلا 3000 في 9 و8 ناقص 1725 9 و8 ناقص 1200 في 9 و8 ألفا كام؟ 3000 في ألفا إكس في القوس اللي هو المتغير شيفت كارت يساوي، تطلع عندك 245 من 1000 متر على الثانية تربيع. يبقى العجلة 245 من 1000 متر على الثانية تربيع. شكرا. يبقى أهم حاجة الرسم عشان تعرفني هشتغل في إيه. صندوق قطته 100 كيلو جرام ويرفع رأسيا بحجم صندوق، هنا كاف ده الوزن، طلع فوق بحبل، يبقى انا عم شد في الحبل اللي هي القوه. بعجله قدرها مديك العجله ب 25 سم على الثانيه تربيع، يبقى اقسم على ماشي تحولها تطلع عندك ب 25 من 100 متر على الثانيه تربيع. الكتله 100 كيلو جرام. حلو. اوجد قوه شد في الحبل مع اهمال المقاومه، ما عندكش مقاومه، يبقى شوف لك المقاومه اللي في اتجاه حركه وطلعها لفوق، يبقى اتجاه حركه لها شيء ناقص عكس اتجاه اللي هي كف ده بتساوي كف جي. الشين انا عايزها ناقص الكاف، انا عندي 100 في الدال 9.8 من 10، الكاف 100 في دي ما انا عايزها، يبقى شين نفس الفكره ممكن تضرب شاشه مره واحده، يبقى شين بتساوي 100 او الاول الجيم هي مديها لك، عندك الجيم 25 من 100، يبقى 100 في 25 من 100 زائد 100 في 9.8 من 10، 100 في 25 من 100 زائد 100 9.8 من 10، تطلع عندك الشد ب 1005 نيوتن. ده لو عايزها بالنيوتن. طبعا لو عايزها بالثقل ومقالكش لازم الثقل اقسم على 9 و8 يديك عندك 102.5 من 10. خليها بالنيوتن وخلاص زي ما هي وما طلبش منك. بكده انتهينا من الدرس الثاني في قانون نيوتن، اللي هو قانون نيوتن الثاني. في الدرس الثالث في الوحده الثانيه زي ما قلت لك، لو ما ذاكرتش درس كميه الحركه القانون الاول ارجع لهم، هسيب لك الروابط في الديسكربشن. لو في اي حاجه واقفه معاك في الدرس ده ابعتها على الواتساب، الرقم يظهر دلوقتي قدامك على الشاشه. وزي ما اتفقنا لو ما عملتش اشتراك في القناه انزل اشترك وتنساش اللايك وتعليقك بيدينا دعم. واشوفك على خير في اخر درس قانون التالي هنشرحه باذن الله الاسبوع ده. بالتوفيق لطلاب الازهر اللي شرفونا في امتحان البحث سواء اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، حابب اشكرهم جدا بجد، انتوا بذلتوا مجهود كويس. بالتوفيق في اللي جاي، وان شاء الله اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.